سكيبر، ستيسي، تعالوا بسرعة، يلا ماما نايمة وبابا خرج. تعالوا فرصة، يلا نتفرج على فيلم. يلا بسرعة. فيلم فيلم ايه؟ فيلم ايه يا باربي؟ قولي، يلا قولي. طيب هقول اهو. طيب فيلم رعب اللي احنا اتفرجنا عليه. فاكرة الفيلم اللي شفناه الاسبوع اللي فات؟ فيلم، ايوه، ده كان فيلم فظيع قوي ومرعب قوي بجد. بس كان مشوق جدا، وصاحبتي في المدرسة قالت لي ان فعلا ليه جزء تاني. ايوه فعلا هو ليه جزء تاني. انا واحدة صاحبتي برضو كانت بتتفرج عليه الاسبوع اللي فات، واتصلت بيا قالت لي ده فيلم جميل جدا وليه جزء تاني اروع منه واحلى منه، احلى من اللي شفناه الاسبوع اللي فات، بس مرعب. بتقول لي هو افظع ومرعب اكتر من بتاع الاسبوع اللي فات. يعني مش عارفة. طب بسرعة قبل ما بابا يجي. بابا خرج وماما نايمة. بسرعة ماما، انت قصدك الفيلم بتاع الاسبوع اللي فات؟ ده كان مرعب قوي، وانا كنت خايفة منه قوي. بس انا بقى عايزة اتفرج معاكم. ماليش دعوة. طيب ماشي، خلاص ماشي. لو عاجبك بقى اتفرجي، مش عاجبك ما تتفرجيش، براحتك يعني. بس ما بحبش انا بقى القلق والخوف بقى، ويا ماما وانا خايفه ومرعبه حاجه تخوف وانا مرعوبه والكلام ده، لا مش عليا. انا ما بحبش كده. لو انتوا مش عايزين تتفرجوا ما تتفرجيش، براحتك. انا هتفرج عن نفسي انا وسكيبر. لا انا هتفرج معاكم، ماليش دعوه، انا هتفرج. خلاص ماشي، بالراحه. بس ما تقعديش معايا مش عارفه ايه وتقعدي تعيطي بقى بالليل وما تعرفيش تنامي والجو ده. انت عايزه تتفرجي اتفرجي، مش عايزه تتفرجي براحتك. لا خلاص هتفرج معاكم ومش هعمل اي دوشه، ومش هقول لماما حاجه، ما تخافوش. طيب خلاص بطلي زن بقى، هتتفرجي معايا. بس ما حدش بقى يقول لماما، لانها مش راضيه ان احنا نتفرج على اي حاجه، ولا في فيلم الرعب ده بالذات. وهي عارفه ان احنا المره اللي فاتت غلبناها وما عرفناش ننام، وقعدنا بقى خايفين وانتوا تعيطي انتوا وتشيلسي، فاكره ولا نسيتي؟ عشان بقى كمان ورانا مدرسة الصبح، وماما طبعا نايمة، ولو عرفت هتبهدلنا ان احنا بنغلبها الصبح وما رضاش نصحى بدري. خلاص يا باربي، انا مش هقول لماما، مش هعلي صوتي ومش هقول لحاجة خالص، وانا هتفرج وانا ساكتة ومش هخاف ولا اي حاجة. معلش يا باربي اتفرج معاكي. طب خلاص. كده يا بلبي، كده يا بلبي تقولي لستيسي سكيبل عشان نتفلقوا معاكي وانا لا. انا سحلانه منك ومخصماكي، واقول لماما كل حاجه وهصحيها عشان ما تتفلقوش على حاجه خالص احسن. بس انا ماليش دعوه طالما انت ما قلتليش. اصحي، انا كنت جوه نايمه شويه وانت مش عايزه تفلقيني. انا خلاص هقول لماما على كل حاجه ولا هصحيها بسرعه. ما اعرفش انت نايمه ولا بتلعبي ولا كنت بتعملي ايه. بس معلش خلاص خلاص اتفرجي معانا. بس وطي صوتك، ماما نايمه. ماما ما قبل ما تصحى الله يخليك عشان عايزين نتفرج. خلاص يا ستي، انا مش هخاف، وزي ما انت بتقولي لستيسي، ومش هقول لماما ما تخافيش على حاجه خالص، وانا شجاعه، وكمان مش هقول حاجه خالص لحد خالص، وهاجي اتفرج معاكم. بس ايه، ازعل منك لو سخلتي من غير ما تقولي لي تاني. خلاص يا تشيلسي، خلاص يلا بسرعة. يلا بسرعة، تعالوا اقعدوا يلا عشان هفتحه. يا ماما انا خايفة، يا خلاصي فيلم وحش خالص، يا خلاصي ماما خايفة يا ماما. اه فعلا يا تشيلسي، فيلم وحش قوي ومرعب جدا. ايه في ايه لو مش عاجبكم قوموا. انا بقول لكم اهو. فعلا يا باربي هو فعلا مرعب، بس دول ما كانش ينفع يتفرجوا عليه. ده فيلم للكبار بس، هما ما بيخافوش، لكن الصغيرين دول بيخافوا وبيترعبوا. ما ينفعش كده يا باربي. يعني كان لازم تصحيهم وتناديهم. ما في ايه يا سكيبر، خلاص مش عاجبكم قوموا. انا هكمله لحد الاخر، واسكتوا بقى قبل ما ماما تصحى وبابا يجي. يا ماما ايه الحاجات العفاليت الوحشه دي؟ يا ماما خبوني يلا خبوني، انا خايفه خالص. يا ماما ايه ده؟ انا خايفه خالص، فيلم وحش خالص يا قلبي. انا غلطانه، انا ما كنتش المفروض اتفرج معاكم على الحاجات الوحشه دي. انا قلت لك ما تتفرجيش يا تشيلسي. قلت لك انتوا وستيزي، انتوا صغيرين، انتوا وستيزي بتخافوا من كل حاجه، فالمفروض ما كنتش اتفرجتوا معانا، صح ولا لا؟
هو فعلا فيلم مرعب جدا، اكتر من بتاع الاسبوع اللي فات. يعني مش معقوله كده، ما انا قلت لكم انتوا كده هتغلوشوا علينا مش هنعرف نتفرج. وبعدين ماما قربت تصحى، اسكتوا بقى. فعلا فعلا يا باربي ده مرعب جدا، انا خايفه قوي، بس عايزه اكمله واعرف هيخلص على ايه. ايوه يا بنتي، ده مرعب جدا، ما انا قلت لكم ده فيلم للكبار بس مش الصغيرين اللي يتفرجوا عليه. المفروض ما كنتوش تتفرجوا معانا، ان حاجه مرعبه اصلا، مش هتعرفوا تناموا بالليل. واديكوا عارفين المره اللي فاتت ايه اللي حصل. برضو اتفرجنا على فيلم مرعب، ما نمتوش طول الليل وقعدتوا تعيطوا تعيطوا لحد الصبح، وصحيتوا بدري مش عارفين تصحوا. ماما عماله تصحي فيكوا بدري ما فيش فايده، وما صحيتوش الا متاخر وما عرفتوش تروحوا المدرسه تاني يوم، ولا نسيتوا. اسكتوا بقى اسكتوا بقى، خلينا نتفرج عشان نركز، وكمان عشان ماما ما تسمعش وتصحى. واسكتوا بقى اسكتوا. ايه ده؟ ايه ده يا قلبي؟ ايه ده؟ الحقوا العفريت، الحقوا العفريت جه، الحقوا الحقوا بيلن علينا الجلز. ايه ده؟ عفريت؟ عفريت ايه؟ اسكتوا اسكتوا، ده بابا جه وهيزعق وهيبهدلنا دلوقتي. ايه ده؟ وعفريت ايه اللي بتتكلموا عليه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وعفريت ايه ده؟ عفريت ايه اللي بتتكلموا عليه؟ عفريت ايه؟ عفريت لما يجننك انت وهي. برضو تاني تلفزيون وفيلم رعب تاني؟ مفيش فايدة، بتسمعوش الكلام؟ مفيش فايدة فيكم، ما كفكوش الاسبوع اللي فات واللي حصل فيه. مفيش فايدة فيكم برضو. فين امكم؟ فين امكم؟ يا ام باربي، يا ام باربي انت فين؟ تعالي شوفي بناتك، مفيش فايدة فيهم. انا مش نبهت قبل ما امشي عليكم محدش يفتح الزفت ده؟ ولا انا كلامي ما بتسمعش؟ ايه في ايه؟ مالك ايه مالك؟ في ايه يا ابو باربي بتزعق كده ليه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ بزعق لان بناتك مفيش فايده فيهم، ما بيسمعوش الكلام. تاني فيلم رعب تاني؟ مفيش فايده فيكم. وروني بقى هتناموا ازاي انت وهي. يلا يلا يلا، كل واحده فيكم على اوضتها. يلا يلا قوموا ناموا، شوفوا وراكوا مدرسه الصبح، هتصحوا ازاي ان شاء الله. خلاص حاضر يا بابا، حاضر يا بابا. خلاص يا بابا ما تزعلش، حاضر احنا انا هنقوم يا بابا اهو. خلاص يا بابا، حاضر يا بابا، احنا اسفين. ما تزعلش يا بابا، خلاص احنا اسفين. خلاص ما تزعلش يا بابا، احنا اسفين يا بابا، معلش يا بابا، احنا اسفين خالص وما تزعلش مننا. حاضر يا بابا، هنقوم خلاص اهو، هننام وندخل ننام ونصحى بدري ان شاء الله ونروح المدرسه على طول، ومش هنغلبك يا بابا، ما تزعلش مننا تاني يا بابا، مش هنعمل كده تاني ان شاء الله. معلش يا بابا، معلش يا بابا. يا ترى هننام ازاي الفيلم المرعب ده؟ مفيش فايدة، كل مرة هقول مش هخاف ومفيش فايدة. خبيني يا قلبي، خبيني، أرجوكي أنا خايفة خالص يا قلبي. وأنا كمان، خبوني غطوني كل على بعضي، غطوني من أول رجلي لحد راسي، مش عايزة أبان خالص. يا ده كان حتة فيلم، بس كان نفسي أكمله لحد الآخر. لولاش بابا جه وزعق كنا كملناه. كمل ايه؟ ده فيلم وحش خالص. ايوه وحش خالص. وخبيني يا قلبي، أرجوكي خبيني. غطي وشي خالص، مش عايزه حاجه تبان مني خالص، عشان العفريت هيجي ياكلني. غطوني كلي على بعضي. وانا كمان غطوني من اول راسي لحد رجلي، مش عايزه حاجه فيا تبان خالص. العفريت هيجي ياخدنا، والراجل هيجي يموتنا. في ايه انت وهي؟ ناموا انا بفكر بس في بقيه الفيلم ده هيكون اخرته ايه. عايزه اعرف بس. لاش بابا جه وزعق كنا زماننا كملناه، بس انتوا السبب، قعدتوا تعلوا صوتكم لحد ما سمع كل حاجه. طب ما كده كان هيسمع، ما هو كان داخل، كان جاي من بره وعارف ان احنا بنتفرج على حاجه. ما الاوضه احنا قاعدين كلنا ملمومين وعمال نزعق ونهاتي، وهو سمعنا وشاف التلفزيون وشاف كل حاجه. يعني ازاي يعني مش هياخد باله؟ خلاص اسكتي بقى، اسكتي عشان مش فاضيين، عايزين ننام عشان نصحى بدري. نصحى انت بتحلمي. نصحى ايه بس؟ انا عايزه اصلب ميه ارجوك، وعطسانه خالص وخايفه اروح لوحدي. خايفه تروحي لوحدك؟ يعني مين اللي هيجي معاكي؟ كلنا مش قادرين نقوم، خلاص احنا مش قادرين، ورانا مدرسه الصبح ولازم نصحى بدري. ارجوك عايزه اصلب، حرام عليكم، عايزه اصلب. انا اروح اجيب لوحدي، بس علوا صوتكم عشان انا ما اخافش. ايه ده يا ماما؟ عفليت الحقوني، عفليت عايز ياكلني. ايه ده الحقوا تشيلسي بتصرخ. ايه ده؟ عفريت ايه اللي بتتكلم عليه ده؟
الحقوني، تعالوا بسرعة، العفريت جالي، بسرعة بسرعة، تعالوا الحقوا امسكوه. خبيني يا بلبي، خبيني خالص، شفت عفريت لونه اسود وشكله يخوف يا ماما، عايز ياكلني. نامي انت بتحلمي اكيد من الفيلم اللي انت شفتيه والرعب اللي انت شفتيه. يلا نامي، مفيش حاجه ولا عفريت ولا حاجه، ده كل دي افلام وكل حواديت كده ملهاش لازمه اصلا، مش حقيقيه اساسا. يلا بقى تصبحوا على خير. ايه ده يا باربي، واحنا كلنا احنا الاربعه هننام على سرير واحد؟ ايوه لازم ننام جنب بعض، لا يجي العفريت ياكلنا. لو واحد نام لوحده العفريت هيجي لوحده كده ياكله كله على بعضه، لكن احنا الاربعه كده العفريت هيخاف مننا ويجري، مش هيعمل اي حاجه فينا، ومش هيعضنا ولا ياكلنا ولا يموتنا ولا اي حاجه. لازم ننام جنب بعض، واتخطوا كلكم وغطوني كلي على بعضي كده، ومش عايزه حاجه بان ولا ايدي ولا رجلي. يلا ناموا بقى، اسكتوا بقى، دوشه. انتي قاعده بتفكري في ايه يا قلبي؟ لسه بتفكري في الفيلم تاني والحدوته بتاعته تخلص على ايه تاني؟ يا شيخه روحي بقى اسالي صاحبتك، اكيد بكره في المدرسه هتحكي لك على كل حاجه، ما هي قاعده فاضيه ما بيولاش حاجه، كل شويه تفتح التلفزيون وتيجي تقول لك الحقي فيلم لعب، مفيش فايده. وانتي لعبانه في البيت عامله لنا لعب، كل شويه تفرجوا على فيلم لعب. خوفتينا يا شيخه، مش عارفين ننام ولا عارفين هنروح مدرسه ازاي بكره، نقول لها حضانه مش فاضيه. الحضانه بتاعتي مش هتزعق لي وتضربني كل شويه، جبت درجات وحشه بسببك انت. يا ريت تستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله بحلقه جديده بفيلم جديد، بس مش رعب، اكيد هيكون حاجات قصص جميله وحاجات احسن من اللي احنا شفناها النهارده. ويا ريت تسمعوا كلام بابا وماما وتناموا بدري وتصحوا بدري وتسمعوا الكلام عشان ما تزعلوش بابا وماما منكم. ايه رايكم؟ مع السلامه.